العظيم وبحق الجماهير اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. بنبدأ الجلسة العائلية ببيانات الهوية الشخصية. الاسم بالكامل؟ معالي عبد الله احمد المنباوي. المنباوي؟ قول 20%. امال زايد فين؟ لقب العيلة زايد اخدته من امي. محل الميلاد والنشأة؟ السيدة زينب. الحالة الاجتماعية؟ غير متزوجة. تاريخ الميلاد؟ 4/11. برج عقرب؟ ايوه برج عقرب مش أيوة. كده؟ سمات البرج ده ايه؟ بسرعة كده. هو برج فيه كل الانفعالات، مخلص جدا، طيب جدا، لو حب يحب بجد، لو كره. انك تأدي دور يعني ونقول لا خدي بالك برضو انا ساعدني ملامحي. ملامحي برضو اختياري في الدور ده ساعدني فيه ملامحي. لما تجمع من مصرية شديدة. احنا شايفين اهو لما تجمع من مصرية شديدة. وممكن في بعض الأحيان تلاقي الملامح بتتقلب تبقى فيها شراسة. فيعني ده برضو خدم الدور. طب هنا دلوقتي هل البيت اللي انا بسجل مع حضرتك فيه ده بيت العيلة ولا بيتك؟ لا بيت العيلة، بيت امي وابويا واخواتي. بحب البيت ده جدا. يعني هو الحقيقة البيت في وسط البلد؟ وانا مستغربة، يعني انا اعرف ان في فنانات كتير على طول مش قادرة المناطق جديدة، السكن جديد. فشلت ورحت واخد شقة في حتة واقول خلاص بقى انا هروح واسكن بقى، ابص الاقي نفسي رحت بيعاها وراجعة قاعدة هنا. مش قادرة. تفتكري ليه يعني؟ عندي عاملة بصي انا بعمل علاقة مع الاشياء، مع الحيطان، مع الكراسي، مع كل حيطة ليها ذكرى. يعني حيطانها بتحضني، بحس بالامان معرفش ليه فيها. شوفي بقى كام سنه، كتير قوي قوي قوي، بتاع 20 سنه في الشقه دي ولا 15 سنه ولا 16 سنه في الشقه دي. ليها ذكريات وكبرنا فيها ووشها حلو عليا وبقيت ممثله كبيره وانا فيها. هتبطل عليها ليه بقى؟ وهنا مثلا ابويا كان بيقعد، وهنا امي كانت بتقعد، واختي كانت بتذاكر هنا، وانا كنت بقعد اذاكر هنا. يعني كل الحيطه ليها مش قادره، حاولت مش قادره. وملاحظه برضو ان الترابيزات والستايل بتاع البيت في نوع من التراث، يعني انت محتفظه شويه او ذوقك ان هو ميال للقديم. بحب القديم جدا. ودي حاجتي اللي انا بشتريها، وما بعرفش افرش اوضه مره واحده خالص. يعني الاقي قطعه، يعني مثلا زي الشезлونج اللي احنا قاعدين عليه. انا عايزه اعلق مريح جدا كليوباترا ده. يعني كليوباترا تقعدي عليه تحسي ان كليوباترا. ما اعرفش ساعه ما شفته حسيت ان انا كليوباترا ولازم قيصر يقعد جنبي. يعني هو احساس من جواكي بالشيء نفسه. لكن لسه مثلا ما جبتلوش كراسي، لسه عايزه له كراسي معينه تليق مثلا بالناس الضيوف اللي هم الحاشيه ده. يعني شغل جنان. لا ابدا، هو تعبير عن احساس جواكي. البيت انت عارفه البيت بيبقى برضه بصرف النظر، في بيوت تخشيها تحسي انك ولفتي معاها. البيت ده انا احط فيه اللي يريحني، الحاجه اللي هستعملها وتريحني نفسيا لما اشوفها كل يوم، ولما اقعد عليها كل يوم. مش هغير عفش كل يوم، واخده بالك؟ واساسا بيبقى نابع من شخصيه الانسان. في بيوت بس تخشي تتخضي، تبقي خايفه تلمسي الحاجه لا تتكسر ولا يجرالها حاجه. لا انا احب اعمل عفش استعمله وارتاح له، والناس تخش تقول ذوقك حلو وشكل البيت جميل او مريح او كده. بس ده اللي يهمني يعني. لا وبعدين الانتيكات، يعني انا شايفه هنا صندوق. ده بتاع جدتي. صندوق لا ده بتاعي، بس انا مسمياه صندوق جدتي. طب يا ترى محطوط فيه ايه؟ فاضي؟ لا في صور وحاجات وكده يعني. والمدفع برضو اللي فوقيه ده نفس ده تحفه بقى. كانت عند واحده ست في اسكندريه يونانيه. عجبني قوي قوي. مامتك الفنانه الكبيره امال زايد، وتقولي لي يعني ازاي، هل نقدر نقول انها غرست فيكي الفن ولا كان ايه علاقتك بيها؟ لا ماما ما كانتش اولا عايزه حد فينا، ولا انا ولا اخواتي يمثل خالص. هي مش عاوزه؟ لا خالص. يعني يمكن كانت اللي عندها الموهبه دي اختي الكبيره. مش انا ما كنتش عايزه امثل خالص. بكسف
وميولي عنيفه، احب الكوره والسباحه والرياضه والحاجات اللي زي او الفن التشكيلي. لكن ما كنتش خالص امثل. ولما بتبقى المهنه الاب او الام مهنه صعبه، ما بيخافوا ان ولادهم يطلعوا يشتغلوا نفس المهنه. مهنه صعبه جدا. ما كانتش بتاخدنا معاها حته. يعني لو كانت بتعمل مسرح كانت بتاخدنا يوم نتفرج عليها، بس يوم في المسرح. لكن دايما افتكر ماما وهي راجعه نازله مستعجله قوي وشايله شنط كتير عشان رايحه تمثل، او راجعه تعبانه قوي قوي قوي، وتقعد تشيل المكياج ساعه وتبقى عايزه كوبايه لبن وتنام وتصحى كذلك. ده دايما اللي افتكره فيها، وانها تقعد تنقل الدور بتاعها في اجنده. الجيل ده على فكره كله كده. طبعا كلهم ملتزمين جدا. لا يقعدوا ينقلوا الدور بتاعهم، مش زينا نمسك سكريبت وتحفظي على طول. لا، لازم تقعد ودورها يبقى بلون والدور اللي قدامها بلون تاني. حاجات كده يعني. منظمين. منظمين قوي. فده اللي افتكره من ماما. لكن مهنه صعبه جدا. ما اعتقدش انها كانت تحب ان انا اشتغلها لو كانت تبقى عايشه. في محطات في حياتي، ده في التلفزيون، في السينما في اعمال كتير جدا. الشقه من حق الزوجه، مجموعه افلام محمود عبد العزيز ورأفت الميهي، استغاثه من العالم الاخر، اعمال كتير قوي انا بعتز بيها شخصيا يعني. فنانه معالي زايد عاملين لك مفاجاه، وبنستضيف معانا ابن خالتك. ابن خالك محسن زايد، الكاتب الكبير الاستاذ محسن زايد. دي مفاجاه قدامنا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. هي عملت مع حضرتك آلة الدغري والثلاثيه. ايه كمان يا مدام معالي؟ والقضيه 80. والقضيه 80. والثلاثيه نجيب محفوظ والحاوي. اكيد في ذكريات كانت بتجمعكم يا استاذ. والله يا معالي اصلي بالنسبه لي عدد من العلاقات في وقت واحد. هي اختي الصغيره دكتور محمد، دفعتي مش في الطب طبعا. سن واحد. كانت هي صغيره